دكتورة أنا عندي حرقة قوية بمعدتي، ألم مو طبيعي. هسه من أخذتيلي سونار شنو بين عندك؟ إيش قد صارلك على هاي الحالة؟ تقريبا يومين. أول شي لازم نسويلك تحليل حتى أتأكد من الشي اللي ببالي. شنو ببالك دكتورة؟ أنتي شاكة بمرض؟ ما أقدر أقولك شي حاليا لأن ما أريد أخوفك. هسه روحي سوي التحليل، خلي أشوفه بالأول بعدين أقولك. إيش قد يطول ويطلع التحليل؟ 10 أيام. هواي والله، ما يصير مدة أقل، لأن تخيلي حالتي اللي راح أعيشها من خوف وقلق بهاي 10 أيام. أوكي مو مشكلة، أنا راح أتصل بالمختبر وخليهم يطلعولش النتيجة بأسبوع واحد. يعني أظل أسبوع كامل أنتظر؟ دكتورة ما يصير أقل؟ لا والله ما يصير، بعد هي هاي التحاليل تتأخر ما تطلع بنفس الوقت لأن كلش مهمة. دكتورة عليك الله جاوبيني، انتي شاكة بيا مرض السرطان؟ رجاء لا تحلفيني، سوي التحليل بعدين نتناقش. معناها أكيد إنه أنتي شاكة بهذا المرض. خلاص اطمني واللي كاتبه الله يصير. الله كريم، شكرا إليك دكتورة. أهلا وسهلا بيك، من تكملين التحاليل جيبيهن إلي. ألو، ها حبي، تقدرين تجين للحديقة؟ أريد أحكي وياك بموضوع. ليش ما أجي بيتكم لو أنتي تجين هنا يمي؟ لا ما أقدر أحكي بالبيت لأن الموضوع يقهر وما أريد جهالي ورجلي ينقهرون. والله خوفتيني، شنو صاير وياك؟ تعالي هنا للحديقة وأسولف لك. يلا ماشي حبيبتي هسه جاية. شنو مفروحة شبيك؟ انتي صديقتي المقربة، أريد أسولف لك همي بس كون يبقى سر بيننا. قولي وسرك كبير. أنا رحت للدكتورة لأن معدتي بيها ألم وأخذت لي سونار، فالدكتورة قالت سوي تحليل وتطلع نتيجته بعد أسبوع. إيه وشنو المشكلة؟ حسيت الدكتورة شاكة بي مرض السرطان. جهاي راح يتبتمون ويظلون بدونهم. وأبو فرح راح يتزوج ويجيب لهم مرتبه تعذبهم. صلي على محمد يا معودة، بعدها نتيجة التحليل ما طلعت، ليش تفولين على نفسك؟ مبينة من ردة فعل الدكتورة، لو شوفيها شلون تحكي تعرفين انه هي متأكدة من نتيجة التحليل. شو اسوي؟ شلون انقذ جهالي من مرتبهم الظالمة اللي راح يتزوجها من نموت؟ لا تسبقين الأحداث، إن شاء الله عمرك طويل وإنتي تربيهم. وين عمري طويل وأنا بيا هيك مرض؟ حتى لو أريد أعيش ما أطول هواي. أنا نفسيتي كلش تعبانة وما أعرف شلون أتصرف. اهدي مفروحة، والله قهرتينا عليك. أنا لازم أدور بنية حبابة يتزوجها رجلي حتى من أموت وأنا مطمنة على جهالي. صدق كذب؟ شلون تزوجين رجلك وانتي بعدك عايشة؟ لازم أضحي على موت جهالي، أزوجه وحدة خوش بنية وما تأذيهم، أحسن ما بعدين ورا ما أموت يتزوج على مزاجه وخاف تطلع خبيثة وتأذيهم. بس ترى اللي تسويه أكبر غلط وبعدين تتندمين من يتزوج. ترى مو هينة علي يتزوج قبال عيني، بس أنا لازم أصبر وأصير قوية لخاطر جهالي. بكيفك والله، بعد أنا نصحتك بس ما قلتيلي منو البنية اللي تدين تخطبيها لرجلك؟ أنا فكرت ببيت عمه كبيرة وبعدها ما متزوجة، هي عايشة بغير محافظة، راح أخابرها اليوم تيجي يمنا كم يوم حتى جهالي يتعودون عليها ويحبوها. ألو، هلا مروة، شلونك؟ شخبارك؟ مشتاقيلك. هلا بيك مفروحة، حتى أنا والله مشتاقة لكم. فروحة وشموسة كل يوم يسألون عنك، يقولون خلي تجي يمنا خالة مروة. شنو رايك تجين يمنا كم يوم على مود البنات يتونسون وياك؟ والله فروحة أدري بيها تحبني وتسأل علي، بس شموسة معقولة تحبني وتسأل عني تقول مشتاقة لي؟ ما صدق، مستحيل. على العموم يلا ماشي، أنا باكر أجيكم أبقى يمكم كم يوم. لا بالعكس، شموسة تحبك وأهلا وسهلا بيك، واعتبر البيت بيتك، ننتظرك إن شاء الله. شنو رأيك مروة بنت عمك؟ خوش بنية حبابة. يعني تحبها؟ اي احبها مثل اختي، من كنا صغار عايشين بنفس البيت فاعتبرها مثل اختي. بس ليش تسألين؟ لا هيك مجرد سؤال، وصدق هي باكر راح تيجي يمنا تبقى كم يوم. ليش ايش عدها؟ شو تريد؟ تريد تغير جو، قالت راح اجي يمكم، قابل اطردها؟ لا ليش تطرديها؟ بالعكس اهلا وسهلا بيها، احنا نرحب بالضيوف. اهلا وسهلا بيك مروة، نورتينا، ولا تستحين اعتبر البيت بيتك. ايه اكيد بيت عمي يعني بيتي. يا ابو فروحة، انت حبي الاول، والله لو تدري قد احبك من كنا صغار لحد ما كبرنا كان ما تزوجت وحدة غيري. ها مروة وين صفنتي؟ لا هيك بس راسي اذيني، يمكن لين ما شربت شاي من الصبح. هسه اسويلك اطيب شاي. لا تسوين انتي، هسه اني اسويلكم شاي بامركم ما ضايقين مثله.
لا حبيبتي انت خطار، ما يصير نتعبش ونخليك تسوين شاي وانت بسم الله استويتي جيتي. لا عادي شي راد للشاي، هسه دقيقتين اسوي، بعدين انا مو خطار، اعتبر هذا بيتي. اي حبيبتي اكيد بيتك. هاي شنو راح تسوي شاي بكيفها؟ اصلا تصرفها عيب، المفروض واحد من يروح خطار يقعد بأدب، مو ياخذ راحته ببيتهم واول ما يطب يروح للمطبخ يسوي شاي. ما يخالف حبيبتي، هي بنت عم بابا مو غريبة، شكو بيها اذا حبت تسوي شاي. ماما شو وقت تروح لبيتهم؟ بعدها تطول، تبقى كم يوم يمنا. يبوه شو راح اتحملها بهاي الايام، اني ابد ما احبها. عيب شموسة، لسمعك شو مسويتلك، ليش ما تحبيها؟ مسوية نفسها وحدة من عائلتنا وماخذة ويانا ميانة زايدة. شموسة يلا كافي سد الموضوع عيب. وهذا الشاي المهيل سويته، هسه صب لهم واذوقهم شاي مروة الطيب، مو مثل شاي مفرح المحترق. ها شنو رايكم بالشاي مالتي؟ كلش طيب عاشتيدك، والله عمره وحياتي ما ضايق مثل هذا الشاي. صدق؟ كلش فرحتني، والدلل ابو فروحة من اليوم كل ما تريد شاي قولي وانا اسوي لك. تسلمين مروة، شكرا. احنا ما نريد نتعبش لان انتي خطارة ببيتنا، كم يوم ورايحة لبيتكم. تعبكم راحة، اصلا اني اتمنى اعيش يومكم طول العمر. غير انتحر؟ شنو؟ ايش قلتي شموسة؟ لا هيك ما قلت شي، يلا انا رايحة بالحديقة اشتم هوا نقي، احس نفسي اختنقت من بعض الناس. منو يا ناس، قصدك اني مو صحيح؟ لا مو انتي. ايش بيها شموسة، احسها كارهتني، انا شو مسويت لها؟ مسحيها بوجهها حبيبتي، اعتذر منك، انا راح احكي وياها واخليها بعد ما تضايقك بكلامها. عمرك وحياتك ما ضايق شاي طيب مثل شاي مروة. ليش ايش بيك شاي مالتي عيني؟ بعدها ببالك يا معودة ترى دا اجاملها، اصلا شايها مو طيب بالقوة شربته. اي مو طيب، شو كملته كله؟ مو قلتلش مجاملة، حتى لا افشلها واحسسها انه الشاي مالتها سوته مو طيب. يلا ماشي. وشفتي شموسة ايش سوت، مبينة ضايجة منها وكل ساعة ذبت لها حكاية عليها، فلازم نلطف الاجواء شوية حتى لا تحس بنفسها خطار ثقيل. اي صح، شموسة فشلتنا، انا راح احكي وياها. انتظروني بالجزء الثاني ان شاء الله باكر انزله، وشوفوا الاحداث والمشاكل اللي راح تسويها مروة البيت ابو فروحة. واذا عجبتكم الحلقة لا تنسون الاشتراك بالقناة.